يبقى محمود ومريم. مساء الفل عليكما يا محمود ويا مريم ويا مريم ومحمود، كل سنه وانتم طيبين. خلينا بس نبدا. ما شاء الله، بص اقول لكم حاجه، ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يبارك فيكم، شكلكم كده ايه حاجه تفرح يعني، ما شاء الله. طب نبدا بمحمود. قول لي يا محمود، جبت لها حق ملح ايه بقى؟ ولا اكون جبت لها ملح؟ والله هي السكر ما بتاخرش اصلا على حاجه زي كده يعني. أيوة. عيد الصبح على طول تروح تقول لي هات. هي انت اصلا هي ما بتسيبلكش الاختيار، هاتي. صباح الفل هات. صباح الفل هات. طب يا مريم بتتعاملي معاه ازاي يا مريم في موضوع حق الملح ده؟ هو موضوع حق الملح لازم كل عيد لازم ناخده، يعني في العيد الصغير تحديدا. فانا كنجيب له الصينيه فيها الكيسان، يعني كوبايات. وكيكون ضروري هم، لانه الحق الملح كيتحط في الكوبايه. اوبا، ده في تقاليد. في الشاي المغربي فكانت تدخل بالشاي المغربي. فهو في كاين كوبايه فاضيه. لا محمود ده هي عارفه يعني عارفه حقها. فانت يعني مش هتفلت بس استنوا بقى. قبل ما تكلموني في حق الملح والحاجات دي، انتوا كنتوا عاملين فيديو زي العسل قعدنا نضحك عليه، اللي هو الاكلات المصريه في مواجهه الاكلات المغربيه. فاحنا يعني نزلناه من على السوشيال ميديا وهنشوفه وهخليكم تعلقوا عليه، بس نشوفه الاول مع بعض. ما بتاكلش ليه؟ اكل ايه؟ انا مش فاهم اي حاجه من الحاجات دي كلها يعني. انا مش عارف اروح فين اصلا ولا كله بيتاكل يا حبيبي، كله يعني. هو دي هذيك كفته، بطبوط معمر بكفته، بريوات، البيض مسلوق، صفوف، تمر معمر، بغرير، كل الكلام ده حلوه جميل. تمر، قرنيطه الجبن او لي سيجار ديال الجبن، الكلام ده حلو جدا. الحريره معشوقه الجماهير. اتفق معاكي في كل حاجه، بس فين المحاشي بقى واللحمه؟ لا احنا ما كنفطروش هادشي. امال ايه؟ امال احنا مش احنا كناكلوا لا كاين اللحمه ولكن حتى العشاء. في ليه؟ في العشاء مر التراويح. بعد التراويح. طب اقول لك على حاجه، طب ما تجيبي اللحمه نفطر بيها وبعد كده نشوف نحل بالحاجات دي. لا معدتك والله معدتك. ايه انت مالك ما بتاكليش ليه؟ انت بتدوري على ايه اصلا؟ انا عايزه الحريره. عايزه حريره؟ لا مفيش حريره. فين الحريره؟ دي اقل سفره من سفرتنا، احنا ده الفطار بتاعنا. انا نفطر محشي على طول. تفطري محشي وتفطري فراخ وتفطري كفته، كل حاجه. انا بنيجي كده اكل في المحشي. احنا بندخل صدمه كده للمعده مره واحده. حريره فين؟ مفيش حريره، احنا ما عندناش حريره هنا، احنا اتحرحرنا عندكم في المغرب بما فيه الكفايه. ايه رايك بقى، السفره المصريه ولا السفره المغربيه؟ ولا كتير حلوين. عشان ما نزعلش حد. ما نزعلش حد، الاثنين حلوين، المغربيه حاجه والمصريه حاجه. لا ثانيه يا مريم، انا بس عايز افهم حاجه دلوقتي يا مريم. انت لما شفت الاكل المصري تعاملتي معاه ازاي؟ هو انا اول فتره ما قدرتش ناكل يعني حبه واحده، لا مستحيل. كان اكل ستيب باي ستيب، يعني شويه بشويه، حيث ما مش متعوده على الاكل في نفس الوقت. طب بس طب ده موضوع له علاقه بالكميه، لا الطعم، ايه رايك في الطعم؟ لا الطعم حاجه ثانيه. طعم الاكل المصري عامه، يعني من اللي جيت من المغرب جربته عجبني بزاف كتغيير من الاكل ديالنا. هو يعني الاكل ديالنا مزيان، ولكن حتى الاكل المصري عجبني بزاف. معلش بصفتي مواطن مصري غلبان، انت كنت بتدور على حاجه اسمها الحريره، ايه الحريره دي؟ حريره هي شوربه كانوا في رمضان، يعني تعملها في رمضان. لا طب هو محمود هيغلب في الشوربه ده؟ ما شاء الله عامل وليمه فيها كل حاجه ومفيش فيها الشوربه. فهي الفيديو ده اتعمل في المغرب لما انا كنت في رمضان في المغرب. راحت هي ردتهولي في مصر لما رحنا مصر. ايوه انتقمت منك. ايوه فبتنتقم مني بالظبط كده. طب محمود لو انت قدامك سفره مغربيه وسفره مصريه هتاكل مين؟ اوبا وقعتكم في المحظور. بس عايز اقول لك حاجه، ملحوظه نقطتين فوق بعض، مريم جنبك بس عشان واخد بالك. يعني اكون متحفظ. يعني مغربيه وخلاص بقى، معلش احنا عارفين اللي في ضميرك. والله شوف دكتور، هي الاكل المغربي جميل جدا ودسم طبعا. كل واحد طبعا على ما اتربى عليه، بس انا من طبيعتي انا بحب اجرب الحاجات الجديده. فانا لما جربت الاكل المغربي، الميكس الحلو مع الحادق، الحاجه الوحيده اللي بتلاقيها في الاكل المغربي. يعني مفيش مطبخ في العالم في ميكس حلو مع حادق في نفس الطبق في نفس اللحظه غير الاكل المغربي.
فبصراحه عجبني التيست بتاع الحلو مع الحادق ده يكون في نفس الوقت، يعني ملح طيب مع سكر، لحم مع طيب. برقوق، انا عرفت حاجه انه النهارده محمود هو ثالث يوم العيد في المغرب، يعني لسه مريم بتعيد، انت خلصت وهي اختلافات بقى الثقافات والتقاليد اللي ما بينكم، يعني مش تقاليد، هي ثقافات فرعيه يعني. الاختلاف اللي ما بينكم ده بينتج مواقف طريفه، حاجات مش مفهومه، اختلافات في وجهات النظر. احكوا الدار امان، احكوا. ما تعدش. طب قول يا مريم. احنا كلها موجوده على السوشيال ميديا اصلا، احنا كل يعني المواقف اللي احنا بنبتدعها او ان احنا بنصاغها كسيناريو بتكون اكتر من واقع الحياه الشخصيه العاديه اللي هي بتاعتنا. بيكون مثلا مريم معديه بتقول كلمه وانا برد عليها بافيه، فبتلاقيها بتقول اقفش فكره فيديو، تمام تعالى نعمل الفكره دي وبتاع، تبدا ان هي تصيغها. خلوني اسالكم السؤال اللي يعني هيساله اي حد اتفرج عليكما، ايه رايك يا مريم في الجواز من واحد مصري؟ قولي ما حدش واخد باله، محمود مش موجود، قولي. هي ما انا ما جربتش الزواج من مغربي. يعني ما هنقول ايه، كانك عرفتي من صحباتك اللي اتجوزوا مغاربه يعني. هو الزواج يعني هو العشره نفس بعض، ولكن في الاول كان اختلاف، كاين اختلاف شويه، والتفكير ديالو غير ديالي، يعني كانوا شويه التقاليد شويه مختلفه على بعضياتنا. في الاول يعني قدرنا نتخطوا الصعوبات، ولكن من بعد شويه بدينا كنهدكوا على بعضياتنا. محمود اخدت قد ايه وقت عشان تفهم اللهجه؟ يعني الكلام انا في الاول ما كانش كيفهم والو، يعني كان بكلمهم. انا كنت بقعد كده مع وسط مستني الترجمه المغربيه، ما يخلصوا اقول لها ترجمي اعمل ايه. طيب ايه اكتر حاجه انت مبسوط بيها في مريم باعتبارها مغربيه؟ والله يعني الزوجه المغربيه يعني او كمريم بحاله خاصه، الزوجه المغربيه مطيعه، تمام، مطيعه يعني. اوبا دي حاجه مش قليله، دي حاجه كبيره قوي دي، وده حاجه بتخليني بصراحه ارتاح كزوج، ان انا مش عاوز بقى مشادات كل شويه اقول انا شمال هي يمين، لا انا بقول لها شمال خلاص بكل طب خلاص. مريم ومحمود بارك الله فيكما، خدوا بالكم من بعض، احنا فرحانين بيكم، ويا رب كده دايما تكون زيجة جميلة، ونشوف انجازات بقى اطفال صغيرين مصريين ومغاربة، وخدوا بالكم من بعض، كل سنة وانتم طيبين.